وتنويرا للرأي العام حول قضية قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس التي شغلت الرأي العام بالنظر للطريقة التي نفذت بها الجريمة وملابساتها، أدلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بهذا التصريح. تنويرا للرأي العام حول قضية قتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس التي شغلت اهتمامه منذ انطلاق أولى فصولها ليلة 7 مارس 2017 بالنظر للطريقة التي نفذت بها الجريمة وتمكن الجاني أو الجنات من الفرار إلى جهة غير معلومة على متن سيارة خفيفة من نوع داسيا مجهولة الترقيم. أنهي إلى علم الرأي العام في حدود ما تسمح به سرية الأبحاث وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا للمادتين 1 و 15 من قانون المسطرة الجنائية أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط بتكليف من هذه النيابة العامة وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت صباح يوم الجمعة 24 مارس 2017 من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث وعددهم 3 أشخاص، في حين لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض. ومن أجل الوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تنفيذ عملية القتل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، قامت الضابطة القضائية بتاريخ 26 مارس 2017 بتعليمات من هذه النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع تنفيذ الجريمة بمكان ارتكابها. وقد تبين من خلال نتيجة البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام. وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح يومه 27 مارس قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين 3 من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للمكتب المركزي للأبحاث القضائية على المجهودات التي بذلتها عناصره بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بكل اقتدار وحرفية من أجل فك لغز هذه القضية في زمن قياسي. وإذ أنهي إلى الرأي العام مضمون هذا البلاغ، أؤكد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستظل رفقة مختلف مصالح السلطات الأمنية المختصة وفية لخدمة المواطن وضمان أمنه القضائي وفق ما يحب ويرضى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.